اختارت الأختان في الوقت نفسه مع من ستعيشان، فالأخت الصغرى رغم علمها بثروة جدتها فضلت والدها وزوجة أبيها، بينما لم تجد الأخت الكبرى ملجأ سوى جدتها. أرادت الأخت الصغرى أن تمر الأخت الكبرى بالمحنة التي عانت منها من قبل. في حياتها السابقة علمت الأخت الصغرى من مذكرات والدتها الراحلة أن جدتها مليارديرة، لذلك اختارت العيش مع الجدة. ولكن عندما عادت إلى المنزل صدمت الأخت الصغرى عندما وجدت أن الجدة تعيش في قرية بسيطة، بينما تحولت الأخت الكبرى مع زوجة أبيها إلى فتاة غنية، فتقدم لخطبتها كل من أحبته الأخت الصغرى سرا. عندها شعرت بالغيرة، وفي يوم خطوبة الأخت الكبرى اختارتا الموت معا. عندما فتحت الأخت الكبرى عينيها وجدت نفسها عائدة إلى يوم اختيار من تعيش معه. هذه المرة ركضت الأخت الصغرى إلى جانب زوجة أبيها. أدركت الأخت الكبرى أن شقيقتها قد ولدت من جديد أيضا، لكن الأخت الصغرى لم تعلم أن زوجة الأب كانت في الواقع قاسية للغاية. في حياتها السابقة كانت تجبر الأخت الكبرى على الركوع وتعلمها آدابا مختلفة، وكانت حياة الثراء مجرد قفص. لذلك عادت الأخت الكبرى إلى القرية مع الجدة. استمتعت الأخت الكبرى بالحياة هناك. قالت لها الجدة: لن تنجحي إلا بالدراسة. أجابت الأخت الكبرى: سأدرس جيدا وسأجد عملا أعتني بك من خلاله. بعد أشهر قليلة أحبت الجدة هذه الحفيدة كثيرا، وعملت الأخت الكبرى بجد، حتى جاء يوم وليمة عيد ميلاد الأخت الصغرى. تباهت أمام الأخت الكبرى بالثراء، لكن الأخت الكبرى أخبرتها: أي متعة هذه وأنت أسيرة في غرفتك كل يوم بيد زوجة الأب. ثم استعدت الأخت الكبرى لإظهار موهبتها، لكن الأخت الصغرى أوقفتها واتهمتها بسرقة خاتمها. فاتهم جميع الضيوف الأخت الكبرى، وحين حاولت شرح الأمر لم يصدقها والدها وبدأ بمعاقبتها. فتظاهرت الأخت الصغرى بالشفقة وقالت: يا أختي، السرقة من الآخرين خطأ. ثم طالبت الأب أن يحطم يدها. في تلك اللحظة دخلت الجدة متحولة إلى سيدة غنية وحذرتهم من التنمر على حفيدتها، وكانت هوية الجدة الحقيقية هي الأغنى.